جايزة نوبل الاسم اللي أول ما تسمعه بتفكر في عباقرة غيروا العالم، علماء بيخدموا البشر واختراعات هدفها تنقذ الأرواح. بس في الحقيقة جايزة نوبل دي عبارة عن كدبة كبيرة، عبارة عن ستارة، وأنا هثبت لك ده في الفيديو. زي مثلا سنة 1918 فريدز هابر، الراجل اللي اخترع الأمونيا اللي أنقذت عدد كبير من الموت بسبب الجوع. باختصار الأمونيا بتدخل في تصنيع السماد، والسماد بيسرع إنتاج المحصول. خد جايزة نوبل في الكيمياء. بس الغريب نفس الشخص ده هو اللي اخترع الغازات السامة اللي اتقتلت بيها آلاف الناس في الحرب العالمية الأولى، وكان بيشرف بنفسه، وكان الكل متوقع إنه يتحاسب على اللي هو عمله ده، بس في الآخر طلع وخد جايزة نوبل. وبعدها بسنين سنة 1945 لسه العالم تحت صدمة قنبلة هيروشيما وناكازاكي، تقوم الأكاديمية بتاعت جايزة نوبل تدي جايزة لأوتو هاه، الراجل اللي اكتشف الانشطار النووي اللي استخدموه في صناعة القنبلة. باختصار في الحرب كانت أمريكا بتتنافس مع ألمانيا مين اللي هيصنع السلاح النووي الأول. طبعا أمريكا هي اللي كسبت وصنعت السلاح النووي، بس وقتها كانت الحرب انتهت خلاص، واليابان ما كانتش عايزة تستسلم ساعتها، فأمريكا راحت رامية قنبلتين ومخلصة. لما عرف اللي حصل قال الحمد لله ان المانيا ملحقتش تصنعه. بس التوقيت يعني التوقيت زباله، العالم لسه بيعد الناس اللي ماتوا، نوبل بتوزع الجوائز، وطبعا كانوا بيحاولوا يصلحوا الغلط. سنه 2013 جايزه نوبل للسلام راحت لمنظمه حظر الاسلحه الكيماويه، بيحاولوا ينظفوا شويه من سمعته. ده حتى ألفريد نوبل ذات نفسه اللي هو صاحب الجايزه هو نفسه اللي اخترع الديناميت، وبسبب اختراعه انفجر اخوه وناس كتير ماتت. ولما اتنشر الموضوع في الجريدة افتكر هو اللي مات مش اخوه، وكان قاعد ممدد في القصر بتاعه بيقرا الجورنال وفي ايده كوباية الشاي، فبينزل بطرف عينه لمح عنوان باسم تاجر الموت، حرفيا كان مكتوب كده تاجر الموت، وهو قاعد بيشرب كوباية الشاي وبيشوف اسمه اللي الناس بتحتفل بموته، فقرر يغير صورته قبل ما يموت. كتب وصية وقال فلوس تروح لجوائز العالم والأدب والسلام، يعني زي غطا يعني، عشان يعني كل ما الحكومة تعمل مصيبة أو حد من علماء يعمل مصيبة تديله جايزة وغطي يا عم. ده ما ينكرش إن في ناس فعلا تستحق وخدت الجايزة دي، هم أصلا الناس دولت هم اللي عملوا للجايزة دي قيمة. وبس أنا كده خلصت، اكتبوا لي رأيكم في التعليقات عن الموضوع. وأنا شايف صراحة إن الجايزة دي يعني ملهاش لازمة، والناس فعلا الناس اللي تستاهل يعني معروفة باسمها من غير ولا جايزة ولا أي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.